عندي 80 سنة وفي بيت طويل عريض لوحدي، لانه اولادي متجوزين وعندهم اطفال وطبعا مشغولين. صحيح بنتقابل كل يوم حد، لكن انا بقيت الاسبوع كله لوحدي. لكن كل يوم الصبح لازم البس اشيك طقم رياضي عندي وانزل امشي بالساعة والساعتين في الشارع. مش بس كده، بكلم كل حد الاقيه، واحد واقف في المحل، راجل ماشي، بصبح على جيراني، بصبح على كل الناس. طول ما انا في طريق الرياضة بتاعتي والمشي بتعرف على الناس وبتكلم معاهم. هي دي الطريقة اللي انا بقضي بيها وقتي، لدرجة ان اوقات لو عديت ولقيت حد من جيراني من سني قاعد في بلكونة بيشرب قهوة، بروح اعدي عليه واقول له ايه ده، احنا هنعجز ولا ايه؟ يلا خش قوم البس ويلا ننزل نمشي، مفيش الكلام ده، احنا ما بنقعدش. وبعدين سكت شويه وقال لي لكن انت شكلك جديده على المنطقه مش كده؟ قلت له يعني بقالي كام شهر. قال لي بس لابسه لبس رياضي، شكلك رياضيه زيي. قلت له فعلا انا بحب المشي قوي. قال لي برافو عليكي. قال لي بصي، انا في سني ده كان عندي حل واحد من الاتنين، اما اقعد زي بقيه العواجيز اللي بيقعدوا في البيوت يقروا الجرايد وياخدوا في ادويه ويكبروا ويعجزوا، او انزل امشي انا لوحدي وبقضي وقت طويل قوي لوحدي. فكان الحل ان اتونس بالناس في الشارع. فكل يوم لازم انزل اعمل الرياضه بتاعتي واتونس بالناس في الشارع. برجع البيت بحس ان انا تمام قوي كده. فدي قصه جاري اتعرفت عليه من كام شهر، وعايزه اقول لكم انه مشجع جدا ولطيف جدا ودمه خفيف جدا، وطول ما هو ماشي فعلا بيتعرف على الناس في الشارع، وفعلا تلاقيه على طول مبتسم. كل يوم عنده لبس رياضي شكل بينزل يمشي بيه. بحسه شباب اكتر مننا كلنا. عارفين ليه؟ لانه اختار يعيش شباب.